في أبسط تعريف للبايوتكنولوجي هو استخدام كائن حي في تحقيق منفعة للإنسان. استخدام البايوتكنولوجي واستخدام علم الجينات والتعديل الوراثي 10 سنين قدام، متخيل حكي يبقى شكل الدنيا دي عامل ازاي؟ هو ليه الرعب من الهندسة الوراثية؟ أي واحد بيدخل السوبر ماركت أو بيشتري أي معلبات دايما مكتوب عليه إيه؟ نون جي ام او. هذا المنتج لا يحتوي على أي ماتيريال معدلة وراثية، فبتدي انطباع للناس ايه؟ ان دي حاجه وحشه جدا. اهم حاجه للانسان مثلا ان هو يورث للجيل اللي جاي ماده وراثيه خاليه من العيوب عشان ما يكونش عنده اي مشاكل. بشر هياكلوا بعد شويه الحشرات. ان في مصر قطاع الزراعه مظلوم لان المعلومات مضلله. احنا رقم 1 في عدد النخيل اللي موجود في مصر، لكن ما بنسيطرش الا على 2% من التجاره العالميه. الشعب المصري كبير قوي يعني. أيوة. بياكل مليار و400 مليون طائر فرخ. ان ازاي بتزود انتاجيه الاسماك من خلال البايوتكنولوجي؟ اوعى بس بعد شويه نتعدي من السمك وحد يعمل فينا كده. القانون المصري يمنع تداول المنتجات المعدله وراثيا، وهي منتشره في كل حته. ما اقدرش اقول ده، لا ما تقدرش تثبت. دكتور أشرف بكري، أهلا وسهلا بحضرتك. للناس اللي ما تعرفش حضرتك الأستاذ الجينيتكس والبايوتكنولوجي في كلية الزراعة جامعة عين شمس. والحقيقة الموضوع ده بالنسبة لي من المواضيع المثيرة جدا والمهمة جدا لمستقبلنا. احنا في 2043 عادة بنتكلم على قضايا المستقبل والدنيا هيبقى شكلها ايه بعد كام سنة وهكذا. الجينيتكس والجينيتك انترفنشن اللي هو بيسموها جينيتيكلي موديفايد او اللي هي مش عارف اسمها جي ام او، دي ناس كتيرة بتخاف منها جدا وحاسه ان دي ممكن يبقى فيها امراض جديده وحاجات احنا ما نعرفهاش، ومن الناحيه التانية ناس حاسه ان هي دي اللي فيها انقاذ العالم، وهي دي الطريقه الوحيده ان نوفر غذاء امن جميل متاح للناس كلها باسعار معقوله عن طريق الجينيتك موديفيكيشن دي او التغييرات الجينيه اللي هتحصل في الفواكه والخضر والدنيا الزراعيه كلها. ايه رايك في الحكايه دي؟ هي خير ولا شر؟ طيب الأول أهلا، وأنا سعيد جدا أن أنا موجود مع حضرتك النهاردة. ويعني دي من وقت طويل وإحنا بنرتب للقاء ده، فأنا سعيد جدا أن أنا أكون موجود مع حضرتك النهاردة. شكرا جدا. بس في البداية أنا عايز أقول يعني بالنسبة للبايوتكنولوجي هو في تعريفات كتير قوي، وفي حاجات بنقول traditional بايوتكنولوجي ومودرن بايوتكنولوجي. في أبسط تعريف للبايوتكنولوجي هو استخدام كائن حي في تحقيق منفعة للإنسان. فأي حد هيتعامل مع أي كائن حي فممكن يكون بيمارس جزء من البايوتكنولوجي. المودرن بايوتكنولوجي هو التعامل مع المادة الوراثية اللي موجودة في الكائن الحي علشان ان انا اتعامل معاها. دي ان ايه برضو كده؟ في الدي ان ايه، ان انا اتعامل مع الدي ان ايه بتاع الكائن الحي او الار ان ايه كمان. يعني المادة الوراثية مفهوم بتكون هي المكون الاساسي للتوارث في الكائن الحي عشان تتنقل الصفات من جيل لجيل او من خلية لخلية. وبالتالي هي دي وبنقول دايما ان اهم حاجة للانسان مثلا ان هو يورث للجيل اللي جاي مادة وراثية خالية من العيوب عشان ما يكونش عنده اي مشاكل. التعامل معها لابد انه يكون بحرص. النهاردة اما اوصل ليها واقول ان انا عايز اعدل في المادة الوراثية، عشان كده احنا بنقول جينيتك انجينيرنج، هندسة وراثية. ابسط حاجة فيها ان في اي ممارسة للهندسة ان لازم يكون فيه تخيل الاول واطلعه على ورق وافكر فيه وازاي المسار بتاعه عشان امشيه، وبالتالي ببدأ اشوف الادوات اللي واجهزها علشان انفذ واوصل للتارجت النهائي بتاعي. الجينيتك كود حضرتك بتاع الحاجات كلها معروف زي البني ادمين كده ولا؟ في كائنات خلاص الجينيتك كود بتاعها بقى معروف بالكامل. أيوة. وبقى محدد وسهل التعامل معاه، وفي حاجات لسه كل شويه بيتم اكتشافها، وحتى لو تم اكتشاف التتابع بتاع الماده الوراثيه لسه بيتم دراسه كل مجموعه من التتابعات دي بتعبر عن ايه. اوكي. الوراثه اللي بيسموها المانيفستيشن. الوراثه فيها حاجه لذيذه قوي، ان الماده الوراثيه هي عباره عن مجموعه من القواعد النيتروجينيه اللي هي بنقول عليها الحروف
هي دي واحدة في كل الكائنات، ومفيش فروق بين أي كائن وكائن في التتابعات اللي موجودة، وفي تشابه جامد جدا في السلوك بتاعها. عشان كده احنا دايما بنقول اللي بيدرس وراثة هي انتقال المعلومات الوراثية مع بعض الاختلافات، التعبير بتاعها مع بعض الاختلافات واحد في كل الكائنات. المادة الوراثية DNA واحد في البكتيريا، واحد في الإنسان، في النبات، في الحيوان، والتداول بتاعه او التعبير بتاعه بقى ازاي هيعبر ده اللي بيختلف من كائن لكائن لكائن. لكن الماده الوراثيه DNA واحده في كل الكائنات. التعبير ده بيجي ثرو ايه؟ عشان دايما احنا بنقول عليها في حاجه هي السنترال دوجما او المبدا الاساسي للحياه. أيوه. ان دايما عندنا DNA بيتم التعبير عنه ويطلع RNA. الRNA بيترجم يتحول على بروتين. البروتين ده اللي هو الانزيم اللي داخل الخليه، هو اللي بيقوم بكل الانشطه اللي موجوده الوظائف المنوطه في كل خليه، لكل خليه، وكل خليه لكل اورجن. الماده الوراثيه في كل الكائنات، في كل الخلايا الكائن واحده، لكن في جزء بيتم تنشيطه، وجزء بيتم سويتش اون وسويتش اوف. الدين اللي موجود في خلية العين هو نفس اللي موجود في خلية الجلد، لكن حصل فترة من فترات التطور بتاع المادة الوراثية ان في مجموعة من الجينات بتستمر في التعبير ومجموعة من الجينات بتقف. فبالتالي ده بيتظهر بالشكل ده، وهنا بتظهر بالشكل المخالف. لكن لو انا جيت اشوف التتابعات فرق بين كائن وكائن، هشوف التتابعات واحده. DNA واحد. كل DNA بدي RNA، وكل RNA بدي او كل انواع معينه من الRNA بتترجم للبروتين علشان يتحول للجزء اللي بيقوم بالوظيفه. لان داخل الخليه التفاعل الاساسي هو تفاعل انزيمات مع عوامل مساعده ليها، مع انزيمات مع عوامل مساعده. ففي الGMO او التعديل الوراثي انا بتعامل هنا مع الماده الوراثيه. هل هي حاجه مضره ولا نافعه؟ هي بالظبط زي السلاح او السكينه، انا ممكن استفيد بيها بشكل ايجابي وممكن استفيد بيها بشكل ضار جدا. يعني مش فكره رأسماليه ان الناس عاوزه تنتج كتير على حساب صحه البشر. هي مش كده بالظبط. النهارده الهندسه الوراثيه مرت بمراحل قبول ومراحل صدام معاها على مستوى العالم كله. يعني اول ما بدانا نقول ان احنا النهارده في تعديل وراثي لزياده انتاج، او تعديل وراثي لتحسين لون، او تعديل وراثي علشان ازود ريحه يبقى او اقلل التلف، او ان انا اعدل وراثي علشان ازود مده الحفظ وبالتالي ما تقعد مده طويله. يعني احنا كنا دايما بنقول الطماطم اول ما تشترى في البيت بعد يومين 3 تلاقيها باظت. صحيح. النهارده انواع الطماطم بتبقى ممكن تبقى موجوده وتقعد 20 و30 يوم وما عنديش مشكله. ليه؟ لان بيتم هنا ما اضفتش الجين، انا بثبط الجين اللي بيعمل رايبننج للطماطم، فبالتالي بتحتفظ بوقتها مده اطول. ممكن اعمل تحسين وراثي لمكافحه افات، ان انا انقل جين لنبات علشان يبقى مقاوم للآفة. الآفة ما تجيش على النبات، وده وحصل كتير، وعندنا كتير من الذرة المقاوم للثاقبات او دودة ورق القطن، على اعتبار ان هو يبقى اكثر مقاومة وما نخسرش منه. هنا الزيادة في الانتاج بتيجي من حاجتين، ان انا ممكن اضاعف حجم الثمار او حجم الانتاج، او ان انا اقلل من الفقد اثناء النمو وما يجيليش افات، فانا حافظ على القدره الانتاجيه بالكامل للمحصول. او ان انا ممكن وانا بزرع محصول زي فول الصويا. فول الصويا حساس جدا لاي نمو حشائش معاه، فانا محتاج استخدم مبيد حشائش. فانا لو استخدمت مبيد حشائش هيقضي لي على الفول الصويا. صح. فهنا تم تعديل الفول الصويا لمركب يتحمل المبيد الحشائش، وبالتالي تم تعديله علشان المبيد الحشيش لما يترش عليه يكسره، لكن التاني ما تمش تعديله. فما رش مبيد الحشيش وبأريحية، ما عنديش اي خوف من القصة دي، فبيحصل ان كل الحشائش تموت ويفضل الفول الصويا موجود. هنا انا عملت ايه؟ عدلت في النبات علشان اكسبه صفة، وبالتالي كده متوسط انتاجية الفدان هتزيد. هنا زي ما حضرتك قلت اللي انت زرعته هتلاقيه لا هيتاكل بآفة
ولا الموضوع التاني بتاع الجو، وممكن اعدل بقى لمقاومه الصقيع، ممكن اعدل لمقاومه الجفاف، ممكن اعدل لمقاومه الملوحه. هل بالسهوله دي يا دكتور؟ هي هندسه فبالتالي بقت سهل. اللي هو كريسبر، وهنا بكريسبر وغيره كمان. ونستخدم نانو ماتيريالز لتحميل بعض الجينات ونقلها والكلام ده. وما عادش النهارده ما عادش فيه كان زمان بيتقال علينا ضرب من ضروب الخيال ان انا اعدل ايه ولا ايه ولا ايه. بس في حاجات بتبقى سهله في التعديل، وفي حاجات بتبقى تاخد وقت اطول. في حاجات بتبقى بنقول عليها ان والله التعديل بتاعها ممكن يبقى مجدي بسرعه، وفي حاجات لا ما قربش منها او انها تحتاج وقت طويل، فبالتالي في طرق تانية ممكن اشتغل عليها. لكن بنرجع تاني نقول ايه، هو ليه الرعب من الهندسه الوراثيه؟ يعني النهارده ودايما وانا بدخل اي واحد بيدخل السوبر ماركت او بيشتري اي معلبات دايما مكتوب عليه ايه؟ نون جي ام او. هذا المنتج لا يحتوي على اي ماتيريال معدله وراثيه. فبتدي انطباع للناس ايه؟ ان دي حاجه وحشه جدا، هتخاف منها. تخاف منها بنفس المنطق اللي هو ايه؟ التدخين ضار بالصحه. فكده انت اديت له علامه، وهي في الاغلب بس هو التدخين ضار بالصحه مش كده؟ لكن هي اتربطت في الذهن بده. معنى ان عليه تحذير معناه ان في الخوف منه. صح. التحذير ده اتحط عشان حاجتين. هي من حق المستهلك ان هو يعرف ان هو بياكل ايه. رقم 2 ان سعره يبقى اقل. طب سعره اقل علشان هو وحش؟ لا، عشان انتاجه وفير. علشان انتاجه وفير. فتكلفه الانتاج انا ليها ادفع. يعني النهارده هو ليه انا بدفع في الاورجانيك فروت فلوس اكتر من التراديشنال، من الانتاج العادي. يمكن انتاجها اقل الحقيقه، عشان انتاجها متاثر بالعوامل اللي حواليه. وانا النهارده انا بدعم المزارع بتاعها وبشتريها اكتر علشان حاجتين. انا عارف ان صحتي هتكون احسن لان ما فيش فيها متبقيات اسمده او مبيدات. رقم 2 ان انا ما استخدمت، ما فيش فيه ان هي انتاجها قليل. يعني انا قاعد بزرع زراعه اورجانيك، وبرغم ان الوقت ان الاورجانيك ممكن يبقى انتاجه كوافير يعني بالتقنيات الحديثه يعني. فهنا انا بنتج كميه قليله من المحصول، فانا بصرف كتير وبالتالي التكلفه بتاعتي عاليه، فبحط هامش الربح، فبالتالي سعر البيع بتاعها عالي. لو احنا هنا بقى في التراديشنال لا. طب في الجي ام او لا، ده انا مصروفاتي اقل وانتاجي عالي. فهنا جت كلمه ان النهارده والله ده هذا المنتج معدل وراثيا، علشان اقول ان انا من حقي كمستهلك اعرف انا باكل ايه. صح. رقم 2 ان هي ما تدفعش فيها اكتر من الرقم العادي. طب رقم ليه تاني بقى؟ طب ما ودي نقطه المنتجين بيستغلوها في الترويج. أيوة. يعني انا بستخدمها في الترويج. ده معناه المنتجين الاورجانيك ولا منتجين الجي ام؟ لا، التانيين. ايوه، اللي هو عايز يسوق منتجه ان هو ما فيش فيه معدل وراثيا، فبالتالي عايز يكسب اكتر. فهنا طيب ان الدنيا وردي. وردي ان انا اقول ان هو خلاص كده ان انا استخدمه. طبعا في محاذير. احنا بنقول دايما ان المنتج معدل وراثيا علشان استهلكه في بلد تانية لابد انه يكون بينتج ويستهلك في بلد المنشأ. ولازم يقول لي هو معدله بايه، ولازم انا اكون عندي المقدرة الفنية والقدرات المادية والتقنية ان انا اكشف هو معدل ايه ولا حاجة تانية. لانه لو قال لي انا معدل ايه ولقيته يبقى خلاص كده. طب لو لقيت حاجة تانية يبقى كان فيها مشكلة. فانا لما بقول انا كده بمعنى ممكن يحط في حاجات تانية، ممكن اعدل واعمل حاجات كتير جدا، لان زي ما احنا قلنا ان هي سلاح ذو حدين، ان انا ممكن اقدر اعمل فيها حاجات كتير. فهنا عشان كده بنقول ان هو المنتج يستهلك في بلد المنشأ. فانا لما اجي استورد فول صويا وانا بستورد مثلا من البرازيل، طب ما البرازيل بتنتج لنفسها فول صويا معدل وراثيا وهتصدره لكل دول العالم. صحيح. وبالتالي خلاص ما عادش فيها مشكله. امريكا معظم الذره اللي مزروعه في امريكا جي ام او، فبتصدروا لكل دول العالم واحنا بنستورد. بشوف ذره شكله زي اللي كان زمان. احنا قانوننا بيمنع تداول المواد الوراثيه، المواد المعدله وراثيا لحد هذه اللحظه. القانون المصري يمنع تداول المنتجات المعدله وراثيا، وهي منتشره في كل حته. ما اقدرش اقول ده، لا ما تقدرش تثبت الوقت. اوكي. يعني احنا عندنا في مصر في اكتر من معمل، تقريبا 3 معامل معتمدين للكشف عن الاغذيه المعدله وراثيا. واي حد يقدر ياخد
اي منتج ويروح اي معمل من المعامل ويتاكد اذا كان معدل وراثيا ولا. لكن احنا قانوننا المصري يمنع تداول الاغذيه المعدله وراثيا لحد هذه اللحظه، بما فيها المعدله وراثيا في مصر. احنا ما عندناش تداول لمنتجات معدله تم تعديلها في مصر. يعني احنا كان زمان كان في فتره كده، بس ده مهم يا دكتور. طبعا كانت في مهم جدا، لان احنا بقالنا كام سنه يعني قسم الوراثه في عين شمس بقاله 53 سنه. لا مش معقول. تخيل علم الوراثه موجود في جامعه عين شمس، في زراعه عين شمس 50 سنة. من 3 احنا محتفلين باليوبيل الذهبي من 3 سنين. يا نهار ابيض. يعني تخيل من 53 سنه. وده علم للعلم، لا مش ابلكيشن. لا طبعا للابلكيشن والتطوير. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، قطاع الزراعه مظلوم قوي. اللي متابع تطور انتاجيه المحاصيل حاجه مش في مصر، انا متابع. احنا انتاجنا كويس قوي ما شاء الله. حضرتك بتقول لي احنا طماطم، احنا لو احنا جينا نبص على في احصائيات الانتاج لاي محصول بيتزرع في مصر، احنا ترتيب وحده الانتاج عندنا لا نقل عن الثاني الثالث الرابع. يعني اديني امثله حضرتك. الرز احنا رقم 1 بجد. القمح احنا رقم 1 في الاصناف بتاعتنا، في الاصناف اللي زينا. مفيش دولة تانية بتسبقنا في انتاج القمح الا انجلترا، والقمح بتاعها موسمه طويل جدا فما بيدخلش في المقارنة مع القمح بتاعنا. شوف القمح اللي هي المشكلة الكبيرة اللي في مصر. متوسط الانتاج بتاعت الفدان القمح تطور من 1.7 في السبعينات او في نهاية الستينات. النهاردة متوسط انتاج طن للفدان قليل قوي كان كده. النهارده وصل ل3.6 طن للفدان، وبالتالي الانتاجيه مجملها زاد جدا. زاد. احنا المشكله في القمح، هل احنا عندنا مشكله عجز انتاج او عجز؟ اتصور كده لا خالص. امال ليه بنقول بنستورد قمح؟ عشان معدل استهلاكنا اكبر. اوكي. احنا متوسط انتاج العالم، متوسط استهلاك الفرد في العالم من 70 ل 75 كيلو للفرد. احنا متوسط انتاجيتنا تقريبا سنويا انتاجنا بنتراوح من 9 ل 10.5 مليون طن تقريبا في الرينج ده. اقسمهم على عدد السكان يدي لك متوسط استهلاك الفرد في العالم كله. احنا بنستورد بقى 14-16 مليون طن. دول ليه؟ لانخفاض مستوى دخل الفرد، فبيلجأ ياكل معدلات عيش اكتر من معدلات الاستهلاك العالمي. صحيح. فتحسين استهلاك الفرد او ان امتى القمح يحصل اما مستوى دخل الفرد يرتفع، وبالتالي تنوع مصادر التغذيه بتاعته هيصبح ما ننتجه كافي. طبعا يبقى اللي احنا بننتجه ساعتها يبقى كافي لاستهلاكنا. رقم 2 رفع جوده التصنيع. ان انا بصنعه يبقى بجوده كويسه فيستهلكه الفرد. رقم 3 رفع معدلات التخزين. طبعا في سياسه للدوله كويس جدا في عمليات التخزين بتاع القمح في اخر كام سنه. انا عارف في اخر سنه، لكن كان كبير. زمان بيحصل فقد اكتر من 20% ل 30% من في التخزين. رقم 4 ان فيه يبقى اتزان لسعر العلف مع سعر العيش. النهارده سعر العيش اقل من سعر العلف، فبالتالي ان في جزء كبير جدا بتهرب لتصنيع العلف. رقم 4 يتم استيراد الكمية اللي احنا بنحتاجها بس. هل احنا بنستورد الكمية اللي احنا بنجيبها هي دي الفعلية اللي احنا بناخدها؟ او يعني دي، لان الرقم كبير قوي، اكبر من ضعف معدلات استهلاك البني ادمين العاديين للقمح. فاحنا في الوقت احنا بنزرع 3 ل 3.5 مليون فدان، دول ممكن يقدروا يكفونا بشكل كويس جدا للقمح لو احنا غيرنا عاداتنا السلوكيات اتغيرت. دخل متوسط دخل الفرد زاد، وبالتالي الكمية اللي تقدر يستهلكها الإنسان تبقى مظبوطة. فهنا قطاع تاني بكرر القصة ان النهاردة ان في مصر قطاع الزراعة مظلوم لان المعلومات مضللة. النهارده احنا مشكلتنا في اداره المساحه اللي موجوده. احنا اقل وحده مساحه موجوده في العالم كله بتتزرع، ومع ذلك نلقى ترتيبنا مثلا رقم 1 في تصدير البرتقال، رقم 1 في تصدير الفراوله المجمده. فحد يتخض في العالم فحد يتخض كده ويقول ايه فراوله، احنا بنزرع فراوله ما بنزرعش قمح. لو ارض الفراوله بارت اساسا
مش هتأثر في المحصول. احنا بنزرع كام قد ايه فراولة يعني؟ احنا مساحات اللي بتزرع من الفراولة اتطورت من 10,000 فدان 20 30 تقريبا في حدود الثلاثينات ال 40 ألف فدان بس كده بس. ودول محققين لنا ثروة، رقم كبير رقم في التصدير برقم ما شاء الله محترم، حاجة تفرح والله طبعا حاجة النهاردة ما اقول ده مخليني رقم واحد في تصدير الفراولة المجمدة وبحقق عائد اقتصادي منها. مش هتفرق يعني ان انا 30,000 فدان دول مش هم دول اللي هيأثروا في الرقعة الزراعية اللي موجودة يعني. لا بالعكس. فهنا انا ما اجي اقول ان وده منتج له قيمة مش قليلة بتهيألي طبعا في الاقتصاد في الحصيلة التصدير بتاع القطاع الزراعي. النهارده لو شفت مدى مساهمة القطاع الزراعي في العوائد الدولارية قد ايه، رقم محترم جدا جدا. رقم حاجة تانية، بعد اجتماعي تاني، ان هو اكتر قطاع بيستوعب عدد عمالة في مصر كله، كثيفة العمالة. القطاع الزراعة مسمع في كل حاجة في حياة الانسان. يعني النهاردة لما اجي اقول زراعة ارض، انتاج حيواني، انتاج دواجن، النهاردة قطاع الدواجن بيدور فيه حوالي 350-360 مليار جنيه مصري ما شاء في الله السنة. رقم كبير. الشعب المصري كبير قوي يعني. أيوة. بياكل مليار و400 مليون طائر فرخ. يا مليار وكام يا دكتور؟ مليار و400 وشويه ما شاء الله. طب انا حضرتك قلت لي احنا في الرز عندنا انتاج متميز، في القمح عندنا انتاج متميز، في الفراوله للتصدير، في الثوم انتاج متميز، في الموالح انتاج متميز. في الموالح انا قابلت استاذ ابراهيم البنا مؤخرا من كام سنتين كده ولا حاجه، ذهلت من ما شاء الله. حاجه يعني حاجه الواحد يفخر بيها جدا جدا. في البطاطس انتاجنا متميز. بطاطس. عندنا مشاكل كتير قوي في قطاع الزراعه يعني. في البطاطس ده نموذج ونماذج العفن البني. بص احنا عندنا يعني مشكلة. انا اقول بسرعه بس العفن البني ده كانت مبنى في الدقي كده دايما اعدي قدامه وهو مركز فانا حاسس انها مشكله كبيره جدا اللي معمول لها عماره كده. لا هو طبعا الدقي. اهميته يعني ده من اهميه المرض ده، لان المرض ده مرض خطير جدا فعلا. والاتحاد الاوروبي عايز يحافظ على نفسه عشان ما يحصلش انتقال للمرض ده عنده هناك. فالمشروع ده موجود في مصر عشان يعمل حصر للاماكن الموبوءه بالاصابه بالمرض. بس من زمان قوي يا دكتور المكان ده موجود طبعا وبتمويل وواخد بقاله فتره طويله جدا يعني انا يعني عدد السنوات اللي بيشتغل فيها المعمل وليه انجازات بشكل رائع جدا فعلا. طبعا لان هو النهارده احنا محتاجين نعرف الاماكن الموبوءه من العفن البني علشان ما بيتمش التصدير منها. النهارده احنا عندنا في البطاطس الوضع شويه مختلف شويه. احنا بنصدر برقم كبير جدا، بس عندنا مشكله فيه ان احنا بنستورد التقاوي برقم كبير برضه. يعني احنا بنزرع مساحه البطاطس بتعدي ال 400,000 فدان بتزرع بطاطس. الله ما شاء الله. بنصدر برقم كبير فوق ال 700 مليون دولار او 750 تقريبا يعني بيتراوح الرقم ده، لكن بنستورد منهم 150 مليون دولار تقاوي. رقم مش قليل خالص. رقم مش قليل طبعا. مش قليل. وفي اي طريقه للشغل الكلام ده بالجينيتك؟ طبعا في محاولات. مش محتاج شغل جينيتكس لكن محتاج شغل بايوتكنولوجي. مش محتاج، بس هي ودي ممكن نتكلم فيها في تفصيل شويه. ده عايز حاجه طويله المدى شويه. يعني انتاج تقاوي البطاطس مش النهارده اخد القرار اقدر ابيع تاني يوم منه. لا بتاخده، لان ده بتمر بمراحل. المرحله الاولانيه داخل معامل زراعه انسجه عشان انتج شتله خاليه من الامراض. ولازم يكون ليه حقوق ملكيه للاصناف اللي انا هنتجها. دي اول حاجه. كدوله ولا كشخص؟ كدوله او فرد او شركه. يعني يكون انا هنتج يبقى محمي. يا اما لان الاصناف كتير منها محمي او في اصناف سقطت الحمايه بتاعتها يعني خلصت الحمايه بتاعتها. فهنا اما اجي اقول ان كبروتوكول لانتاج تقاوي انا هدخل بيمر بمراحل. المرحله الاولانيه داخل المعمل، المرحله اللي بعد كده اللي هي مرحله الاقلمه، وبعد كده الانتاج الميني تيوبر. والميني تيوبر بتمر بمراحل ولازم تتم تحت ظروف متحكم فيها، وكل مرحله بتقعد 3 شهور وفتره 2 أو 3 في الثلاجه عشان اكسر طول السكون. وده سهل قوي عمايله. لكن عندنا حاجتين تحديين اساسيين فيهم، ان انا اتاكد ان الصنف مطابق، وان انا اتابع كل المراحل وما يكونش عندي اي عدوى من اي انواع من الفيروس. فدي علشان ان انا افحص عدد سليمة. عشان اتاكد منها ان هي تكون سليمه.
في محاولات في مصر طبعا كتير قوي، ودلوقتي بقى في ناس كتير بدأت تدخل في إنتاج التقاوي البطاطس المعتمدة، ويبدأ واعتقد ان فترة قريبة جدا سواء الشركة الوطنية او مركز البحوث الزراعية او في تحالف جديد بيتعمل علشان الإنتاج او المبادرات الفردية للشركات الفردية، القطاع الخاص. اعتقد الفترة قليلة جدا ممكن نقدر نشيل جاب كبير قوي من استيراد التقاوي الغالية اللي احنا بنستوردها. كمان احنا قبل الهوا، قبل ما نخش على التصوير، قلت لي ان الزيتون احنا عندنا زيتون متميز جدا، زيتون المائدة. احنا رقم 1 في انتاج زيتون المائدة يعني في العالم كله كمتوسط انتاجية. لكن ما عندناش ترتيب في انتاج الزيت، على الرغم ان احنا بننتج كمية زيت قليلة جدا. يعني كمية زيت اللي احنا بننتجها لا تمثل اي حاجة في العالم كله، لكن احنا مصر من الدول المرشحة ان هي يكون لها مكانة مرموقة جدا في انتاج الزيت اللي في العالم كله. حضرتك بتقول الزيت بتاعنا من ارقى انواع الزيوت في العالم. لو تم انتاجه بشكل علمي، اللي هو ايه، النهارده احنا عندنا ميزة ان احنا بنجمع، ممكن نعصر مباشرة، وبالتالي يطلع لي جودة كويسة جدا من الزيت اللي طالع. احنا عندنا عدد ساعات إضاءة كبيرة جدا في مصر، وبالتالي نقدر نطلع وجودة الزيت مرتبطة بشدة الإضاءة اللي موجودة، وجودة المية اللي احنا بنروي بيها، ونوعية التربة اللي موجودة، ودول مميزات طبيعية لمصر كلها. فبالتالي النهاردة وعندنا تنوع في الجغرافيا في المناخ اللي موجود عندنا، ما بين حر قوي، عدد وحدات الزيت مرتبط او الزيتون مرتبط بعدد ساعات البرودة اللي موجود فيها. وفي أصناف بتنفع في الساحل في المنطقة الشمالية قوي، في حاجات بتنزل لتحت جنوب شوية. في أمراض منتشرة في جنوب أوروبا، وهي الدول دي اللي بتنتج. النهاردة أسبانيا فيها 6 مليون هكتار زيتون، وإنتاجها طبعا، وإنتاجها بيوصل في بعض السنين كان وصل ل1,300,000 طن زيت. احنا متوسط انتاجنا 50,000 25,000 مساحة رهيبة لينا ممكن نجري فيها. هناك بقى انخفاض كل سنة نتيجة لوجود أمراض صعب معالجتها، وخاصة الزيليلا، ده أنواع من أنواع الأمراض اللي بتصيب الزيتون وملهاش علاج لحد الآن، وبالتالي بيحصل انخفاض وإزالة مساحات كبيرة من أراضي الزيتون، ووصول جفاف لبعض المناطق بيخلي المساحات تتقلص في جنوب أوروبا، سواء في أسبانيا، سواء في اليونان، سواء في إيطاليا، والبلاد المرشحة ليها هي ليبيا، هي مصر. عشان كده في تطور جامد جدا في المساحات اللي بتتزرع في مصر في الزيتون، وده بيبان من سعر الشتلة. يعني النهاردة شتلة الزيتون بتتطور سعرها، بعد ما كانت ب3 جنيه وب4 جنيه، النهاردة ب25 وب30 وب40 الشتلة الواحد. تطور. طب ده يأثر علينا سلبا لو السعر زاد؟ لا خالص، احنا بننتج كمية شتلة كتيرة جدا. يعني سواء مركز بحوث زراعية او القطاع الخاص او الكلام ده بينتج كمية شتلة كبيرة جدا وسهل انتاجها يعني، وحتى بشتلات معتمدة وكل حاجة. فهنا ما بقول ان مصر قادرة ان هي تحل جزء كبير جدا، وعندها مدى طويل قوي. كان في مبادرة من فترة قريبة للدولة ان زرعت 100 مليون شجرة زيتون. حلو دي. ما اعتقدش ان الزرع منها مساحة كبيرة، لكن في تطور جامد جدا في المساحات اللي بتتزرع، سواء في الساحل الشمالي. انا فاهم الطريق الصحراوي نصه التاني اللي هو لحد الساحل، من نص الطريق لحد دي بيقولوا من اكبر مزارع في العالم. طب مش من اكبر يعني، احنا عندنا بس الاصناف اللي اتزرعت زمان هي اصناف مائدة، واحنا متميزين جدا فيها. وبنصدر صحيح احنا بناخد الجزء اللي مش كويس في التصدير، لان احنا بنصدره مش اعلى قيمه، يعني مش اعلى قيمه. لان الدول اللي بتسوق وفاتحه اسواق كويسه جدا على المستهلك الاوروبي بتاخده بلق عندنا بكميه قليله بسعر قليل، ويتعاد تدويره او تصنيعه هناك. صحيح هنا في مبادرات في مصريه وشركات كويسه قوي وبتنتج وبتصدر بسعر حلو، لكن الغالبيه العظمى بيتم تصديره بره بكميات باسعار قليله، ويتعاد بيعه باوريجين جديد، واتقال عليه يوناني، واتقال عليه ايطالي، واتقال عليه وهو اصله مصري. فعندنا فرصه هائله في الحته طبعا دي. طبعا. التمر، كنت سامع برضو التمر احنا عندنا اكبر انتاج او اكبر عدد نخل موجود، ده حقيقي؟ احنا رقم 1 في عدد النخيل اللي موجود في مصر، ده حقيقي. ده حقيقي، لكن ما بنسيطرش الا على 2% من التجاره العالميه.
لان نوعيه النخل القديمه اللي موجوده عندنا، الاصناف القديمه متوسط اسعارها قليله بالمقارنه بالانواع الفاخره اللي موجوده تاني. تونس على الرغم صغر المساحه اللي موجوده ولا يقارن بعدد النخيل اللي موجوده، بتسيطر على 17% من التجاره العالميه لتجاره التمور، وده جاي من نوعيه التمور. دجلة نور انا عارف عندهم دجلة، وعندهم اصناف تانية كتير. لكن هم بيسوقوا العلب بتاعتهم بتبقى 5 حبايات 7 حبايات ربع كيلو. احنا بنبيع التمر بتاعنا كراتين 20 كيلو 10 كيلو 5 كيلو 2 كيلو وعلى بعضه. احنا ما عندناش قيمه مضافه للاصناف اللي موجوده. لكن في الفتره الاخيره المبادره بتاعت الشركه الوطنيه وبتاع القطاع محافظه الوادي والقطاع الخاص في زياده المساحات الانواع النخيل اللي عالي الجوده زي المجدول زي الصقعي زي السكري زي نبتة سيف زي البرحي. دي بتحل كتير جدا من انواع يعني بقى عدد انواع النخيل اللي مزروع في مصر نسبته بقت عاليه جدا، بقى في كيلو ب 200 جنيه في مصر واعلى بجد، وما بتصدر بيبقى اعلى ما شاء الله. المجدول ايوه مجدول المجدول حاجه ممتازه بعزه جدا. بس في كالوريز كتير، يعني واحد ياخد له واحده يحس ان هي تمام. بس دي شطاره في تسويقه يعني. اي يعني حلو، يعني هو يعني في انواع تانية حلوه وقيمتها اعلى وقيمتها لذيذه اعلى من المجدول. احنا عندنا اصناف افضل من المجدول بجد؟ لكن الدعايه اللي اتعملت للمجدول هي في صالح مصر. لان احنا عدد النخيل اللي موجود في مصر من المجدول دلوقتي بقى عدد كبير جدا، واحنا من اكبر الدول العالم اللي بقى موجود فيها اعداد نخيل ما شاء الله. فعادي يفضل كده مفيش مشكله. حلو. طبعا احنا عندنا نخيل تاني احلى يعني بس دي اختلاف اذواق يعني عندنا الحياني طعمه رائع. ايوه الحياني ده بتاع زمان واحنا صغيرين. ايوه طبعا. عندنا صنف تاني اسمه العمري، لو اتنقل من البلد اللي موجود فيه، يعني هو معظمه موجود في الشرقيه، لو راح اتنقل في المناطق في الجنوب شويه او اتزرع هيدي جوده انا وجهه نظري فعلا. لا يقل اطلاقا على المجدول، وان كان يعني حلو من مصلحتنا ان المجدول يفضل حلو والاصناف التانية تبقى حلوه، لان احنا عندنا ميزه في مصر ومش موجوده في دول كتير. احنا النخيل متقسم 3 فئات كده، نخيل طري ثمار طريه ونصف طري نصف جاف وجاف، ودول موجودين في مصر كلهم. الساحل الشمالي الجزء الشمالي شمال الدلتا وشمال بيوجد فيها الانواع اللي هي الاصناف اللي هي الطريه زي الحياني، وفي الوسط بيوجد فيها الاصناف اللي هي النصف جاف زي السيوي، وفي الجنوب بيوجد فيها الاصناف الجافه زي الملكابي زي الجنديله زي السكوتي زي الشاميه. دي من الاصناف الرائعه جدا اللي قيمتها حلوه قوي، ودي اللي بتدخل في عمليه تصنيع في انتاج بدائل سكر وانتاج حاجات كتير لتغذيه الانسان احسن بكتير. المجدول بتسوق بالصوره بتاعته صحيح، بيدخل في تصنيع وبيدخل في مصنعات كتير، لكن احنا عندنا ميزه ان تنوع الانواع النخيل على مدار مصر كلها، على مساحه مصر كلها انت لو مشيت على الطريق عينك لا يمكن تقف عند نخله، يعني عمرك ما هتقطع مسافه يعني على طريق مصر اسكندريه زراعي على الصعيد، وطول ما انت ماشي عينك ما تنفعش تتقطع على النخل. صحيح. صحيح، نخل في كل حته. في كل حته. بس الحقيقه الحاجه التانية اللي انا شايفها برضو ان احنا مع زياده المحاصيل دي الحقيقه حاجه بتدي فرصه لتصنيع غذائي وقيمه مضافه على الشغل اللي احنا بنعمله. بالتالي لسه في الحته دي احنا ما طورناش قوي الصناعات اللي هي بتاعه الزراعه النهارده المبنيه على الزراعه قصدي. يعني انا ظني زي ما احنا دايما بنقول ان الزراعه لابد ان يبقى بعدها صناعه. يعني النهارده ما حدش قيمتنا كانت في القطن علشان احنا كان عندنا حلق وكان عندنا تصنيع خيوط وكان عندنا صناعه اقمشه، وكل المراحل بتاعته كانت بتعمل قيمه مضافه. انا كل ما اضيف قيمه مضافه بستفيد حاجتين، السعر بيعلى وحاجة تانية ان انا بزود ايدي عاملة موجودة مستهلكة، وبضيف صناعات جديدة بتقوم عليها حاجات تانية مكملة. صحيح. يعني النهاردة اما اجي اقول انا عايز اصدر بس فراولة فريش،
فانا يدوب انا بزرع، اجمع، احط في بانت بتاعها واحط في كرتونه وادخله برده وبعدين اصدر. يعني شغلت ايدي عامله، وعدد الايدي العامله اللي بتشتغل بالشكل ده عدد كبير قوي، مش قليل خالص. طب انا لو خدتها علشان اجمدها فضفت عماله جديده علشان تشيل الجزء الاخضر وبعدين تفرزه عشان يدخل تبريد، دخلت كذا صناعه تانية اللي هي صناعه التبريد وصناعه النقل والعمليات اللي موجوده عليه. طب لو انا خدته وعملته في مصنعات وطلعت منه مركبات، فانا زودت تاني قيمه مضافه، وكل مرحله من المراحل اللي موجوده هو السعر بيتضاعف والسعر بيزيد معايا نتيجه القيمه المضافه، وده بينطبق على كل انواع الزراعه اللي موجوده. كده حاجه طمنتني ان احنا عندنا كم محاصيل ما شاء الله، يعني حاجه تفرح وان شاء الله. بس احنا عندنا الدنيا مش ورد. ايوه لان احنا عندنا جزء كبير جدا من بنتاثر بيه، يعني انتاج تقاوي. احنا بنستورد معظم انواع البذور اللي موجوده في كل الزراعات دي. لا، احنا عندنا اكتفاء في المحاصيل الحقليه، يعني عندنا اكتفاء مثلا في القمح، في الرز، في الذره الى حد ما. تقاوي موجود وبنصدر كمان. لكن عندنا مشكله شويه في الخضار، مش شويه يعني حاجه كبيره قوي، لان معظم التقاوي مستورده واحنا سوق كبير قوي. يعني انت لو تبص على الرقم المتداول في سعر التقاوي بتاع النهارده، انا بقول لحضرتك احنا بنزرع من 400 ل 500 الف فدان طماطم. لو كل فدان فيه كام شتله، بنضربهم في عدد البذره اللي موجوده فتلقاه رقم مرعب كده يعني. نفس الحكايه في الخيار، نفس الحكايه في الطماطم، نفس في البتنجان، نفس الحكايه في الفلفل بانواع، ونفس الحكايه الفلفل. انا عارف كنت بقول لحضرتك الفلفل انا عارف بيجي، يعني هي محاولات، هي في طبعا في محاولات، لكن نتمنى في الفترة القريبة مع المشاريع اللي معمولة لتحسين إنتاج التقاوي الخضر والكلام ده تتحل المشكلة يعني. نرجع بس تاني للقصة بتاعت الكائنات الهندسة يعني أو الكائنات معدلة وراثيا. أيوه. والخوف منها يعني. أيوه. دايما الخوف كان من هل إن أنا ممكن أتضر فيها في المستقبل، ودي مش كانتش جاية إلا من رعب الإنسان من طب الأجيال اللي جاية ممكن تتضر ولا لا. هي مش مبيدات، يعني ده كان بيحصل من الخوف من المبيد. يعني النهارده في ناس مأذية من المبيدات اللي كانت مرشوشه في السبعينات والثمانينات، لان الاثر المتبقي بتاعها موجود في التربه لحد الان. وفي بعض انواع تحليلات النباتات اللي بتطلع في التربه اللي مرشوشه بالمبيدات اللي في ده الاثر المتبقي موجود لحد دلوقتي. لكن ده مش حاصل في الجي ام او، ان ممكن ما يحصلش في الاجيال الجديده. صحيح في دول كتير بتحارب الوقت، وشركات بتحارب الجي ام او ولا الملوثات، بتحارب الجي ام او. وكتير جدا من الشركات اللي بتنتج جي ام او عندها اصناف من الجي ام او هي اللي بتحارب لحد دلوقتي، لحد ما تخلص مخزونها من التقاوي اللي موجود عندها. رقم 2 ان بس لازم ابقى عارف انا ما عدلت النهارده بالهندسه الوراثيه، عشان كده بنقول جيناتيك انجينيرنج. انا بتحكم في مستوى التعبير، في المكان اللي بعبر فيه، وبالمقدار والوقت اللي انا عايز اعبر فيه، وبالتالي اقدر اتحكم فيه بالكامل. تعبير الجين. فهنا النهارده لو انا بعبر على مثلا الآفة، فانا بعبرها في الورقه عشان ما فيش ديدان تيجي تاكل في الورق، فالبذره مش موجود فيه الماده الوراثيه، ممكن ما هيتمش انتاج الماده اللي منقوله دي ماده بتتكسر في الامعاء حتى لو وصلت، فما عنديش مشكله فيها خالص يعني. لانها ماده وراثيه ما فيش منها اي ضرر، والاتحاد الاوروبي اقرها وبيستعملها بيطبقها عنه وما عادش عنده حاجه. طب ليه مكتوب تاني؟ علشان احترام للمستهلك، يعرف بياكل ايه ويحط قيمه قد ايه فيها، لكن مش الرعب ان التدخين ضار بالصحه. مش التدخين ضار بالصحه. لما نيجي نقول الاثر، حضرتك بتقول النهارده ممكن تقول له قاوم الافات، بدل ما كنا بنرش الرش اللي هو الملوث ده اللي هو كله كان كيماوي، وعليه برضو انزعاج شديد جدا طبعا من لان الاورجانيك هي بيعمل حاجتين. من ناحيه ان الاورجانيك ما بيحتاجش انك تحط له لا هرمونات ولا ملوثات اللي هي البيستيسايد اللي هي مضاد للحشرات، ده من ناحيه. لكن من ناحيه تانية مش معدل جينيا كمان،
فبتبقى انتاجيته قليله شويه، لانه هو ما عندوش التكنيكس الجديده اللي حضرتك بتستخدم للهندسه الوراثيه لتطوير. برضو ده نوع من انواع الدعايه عشان تحسين المنتج العضوي الحلو اللي هو كويس فعلا. انا معاك طبعا هو كويس حلو، ايوه، لكن انا التراديشنال برضو ما انا ممكن ازرع زراعه نظيفه وما استخدمش مبيدات، واستخدم كائنات حيه في مكافحتها، اسماء مبيدات بكتيريا وفطر، واقاوم ده. استخدم مبيدات حيويه ما يكونش لها اثر متبقي. وده احنا في مصر بنعمل حاجات كده على ماس سكيل ولا؟ طبعا على الماس سكيل، وما فيش فيها مشكله خالص في انتاج المخصبات الحيويه وانتاج المبيدات الحيويه اللي انا ممكن استخدمها وتحقق لي نفس الهدف. صحيح مش بنفس السرعه المبيد الكيماوي طبعا. يعني النهارده في المبيد الكيماوي فيه ميزه ان هو انا بستخدمه تاني يوم بلقى فيه لكن ربنا سبحانه وتعالى ما خلق اي كائن ليه الممرضات بتاعته. فبرضه كل الافات اللي بتصيب النبات لها الممرضات بتاعتها. فاي افه لو قلنا نيماتوده، ده النيماتوده نوع من انواع الديدان اللي موجود في التربه او هكذا مجازا، اللي بتصيب جذور النبات وبتكسره وبتخليه يقف عن وظيفته اللي هو امتصاص العناصر. انا بكافحها بمواد مبيدات. كل المبيدات الكيماويه او في اغلبها التي تستخدم في مكافحه النيماتوده تسبب مشاكل صحيه للانسان واثرها المتبقي لمده طويله قوي، ولا يجب. طب هو ليه بتنتج في العالم يعني؟ لان كل مبيد ليه توصيف زي الدواء كده بالظبط، استخدمه امتى ومع انهي نبات. لكن الفلاح او المستهلك ما بيلتزمش. فممكن مركب بيجيب آفة كويس، بيجيب الآفة دي كويس قوي على العنب او على النخل، وانا هجمع واحطه ويفضل سنه فمش هيتاثر. لكن هو بيجيب نتيجه كويس فاقوم واخده على خيار بيجمع بعد اسبوع. ده المشكله هنا كده. يعني المشكله مش في المبيد قد ما هي في سوء الاستخدام بتاعه. يعني مثلا لما اقول مضاد حيوي، الطفل صغير المفروض محتاج جرعه معينه، فاديله جرعه كبيره فهيتاذى. فاقول بقى المشكله في المضاد الحيوي ولا المشكله في السلوك اللي استبعه؟ طبعا في السلوك طبعا 100%. ومع ذلك في مركبات حيوي ملهاش اي اثر على الانسان ولا بتتنقل للنبات ولا حاجه، احطها في التربه تسبب لي موت للنيماتوده لانها تمرض النيماتوده وتوقفها عن النشاط بتاعها، ويبقى كده انا بعدت تماما عن استهلاك المبيدات ومفيش حاجه، مفيش عندي مشكله خالص. ده بتنتج محليا الحاجات العضويه دي كتير جدا، سواء اورجانيك او من مايكرو اورجانيزم، سواء بكتيريا او فطر. برضو في التسميد الحيوي انا ممكن اعمل تسميد، احط بكتيريا تثبت لي عناصر موجوده. صحيح مش بنفس الكميات الكبيره، لكن على الاقل هتوفر لي. يعني احنا النهارده في تطبيقات البيوتكنولوجي، النهارده احنا بنستهلك، احنا بنزرع تقريبا حوالي 700,000 فدان لمليون فدان رز. رقم وبيحتاج ميه كتير، ده وبيحتاج ميه كتير وبيحتاج اسمده كتير. الفدان تقريبا بياخد حوالي 80 وحده نيتروجين. الناس بتحط له يوريا كميه كبيره قوي، فيبقى اثر متبقي في الثمار، في الحبوب بتاعته. انا ممكن بلقاح بانتاج من الطحالب يوفر لي نص الاحتياجات اللي موجوده في وهو لقاح ثمنه لا يتعدى للفدان، عمره ما هيكلف 50 جنيه مثلا، في مقابل ان انا بوفر له كام على الاقل 30 وحده ل 40 وحده. 30 وحده ل 40 وحده دول يعني تقريبا كيسين او شكرتين من الكيماوي، ثمنهم يعدي ال 2000 جنيه او 2000 وشويه. وممكن اوفر بقى كام؟ اضرب مليون شوف حاجه ضرر اقل وتكلفه اوفر بكتير قوي كمان. وكام بقى؟ مليون فدان في 2 مليون شكار. يعني ولو الشكاره ب 1000 جنيه ب 1200 جنيه. بس في طاقه للبديل ده اللي هو البديل الامن، احنا ممكن نعلم الفلاح ينتجها عادي. يعني الموضوع مش ايه اللي معطل الحاجات دي؟ يعني انا احنا بنتكلم مع بعض بقالنا فتره زي ما حضرتك قلت، وانا دايما بتوقف عند فكره هو في ايه؟ انا بتكلم جد. يعني قصدي منظومه كبيره ومليون فدان بيتزرعوا و400 الف فدان من منتج تاني. احنا واخدين مشروع من الاكاديميه، ايوه،
وبقالنا سنتين بنشتغل فيه ومحققين نتائج. احنا رافعين الانتاجيه للفدان معديين رقم في اي منتج اي محصول للرز رز. وده نموذج لتطبيق البايوتكنولوجي في تحسين انتاجيه الرز. ان انا استخدم نوع من انواع الطحالب اللي بتثبت النيتروجين للنبات علشان توفر لي استهلاك الاسمده الكيماويه. بس عشان نطبقه لازم نغير فكر الناس. طبعا معظم مزارعين الرز او المرشدين في تعود هو تعود على حاجه وبيعتبر ان الطحالب آفة من آفات الرز وبيقاومها وبيقتلها علشان ما تبقاش موجوده في الرز. هي ممكن يبقى لها اي ضرر بالنسبه له كانتاجيه او كده؟ ممكن يبقى لها ضرر لو حصل فيها تظاهر وزياده على الوضع الطبيعي. بس في معاملات يتعلمها علشان يتحكم فيها. بس انا لما اقول ان انا قادر على ان انا اقول ان انا ادرب الفلاح عشان ينتجها لنفسه وبتكلفه قليله قوي. عاوزه منظومه دي. ورقم 2 احنا عندنا نتائج واحنا لا ندعي الابداع فيها، لان الدول اللي بتنتج رز بمساحات كبيره زي اليابان زي الفلبين زي اندونيسيا دي دول بتعتمد التقنيه دي في الانتاج. ما يعني ما فيش امل ان احنا نوصل 100%، لكن لو بدانا 10% 20% 30% احنا بنتكلم في ايه؟ ان الدوله عندها مشكله في انتاج السماد عشان توزعه للفلاحين وبتدعمه 100%. يعني الدوله بتدي له 4 شكاير، الفلاح ما بيقتنعش بيهم وبيحط لهم 2 وبيحط 2 تاني فبيبقوا 6. فتخيل النهارده ان هو وبيشتري من بره، يعني بيشتري زياده عشان يحط للرز بتاعه. بيعمل مشكلتين: بيزود تراكم اليوريا في الرز بتاعه وده خطير الى حد ما وبيثبط انتاج، بيقلل الانتاجيه كمان. اسمعوا طبعا لان النيتروجين لما يزيد المحصول ما بيبقاش بالكفاءه بشكل كويس. لكن ان انا اتحكم في الوحدات النيتروجين اللي موجوده للتسميد بتاعه. واعتقد ان الجماعه بتوع التغذيه وبتوع التسميد يتكلموا احسن مني. انا الاول والاخر بتاع وراثه يعني. لكن انا بتاع طحالب يعني. مظبوط. فانا بقول ان وده بتجارب احنا مارسناها على مدار اكتر من موسم، ان انتاجيه الفدان زادت وبارقام كويسه نتيجه مكافحه الامراض او نتيجه ان انا القح بالطحالب. ان انا احط لقاح طحالب عباره عن تقريبا نص كيلو للفدان كله. هيبقى 50 جنيه ثمنه لا يتعدى 50 جنيه. بوفر شكرتين ب 2500 جنيه. 2500 جنيه بنضربهم في المليون فتعمل رقم بالمليارات يعني. وفي شركات منتجه لهذا النوع من الطحالب ولا دي مجرد ان هي زي الكليه عندنا تقدر تنتجها. مركز البحوث يقدر ينتجها بسكيل ونقدر نعلم الفلاح ينتجها لنفسه كمان يعني. يعني الموضوع مش ودي حاجه معروفه عالميا ومتداوله وما فيش فيها مشكله خالص. ومن ده كتير في كل المجالات في كل القطاعات اللي احنا بنتكلم فيها. لو احنا اتكلمنا منطقيا احنا نقدر لو حاجه بتحط كده يعني كدايركشن استخدام البايوتكنولوجي واستخدام العلم الجينات والتعديل الوراثي اللي ممكن يتم في المحاصيل اللي احنا بقينا النهارده. حاجه بتعدد 5-6 حاجات احنا او اكتر احنا عندنا تفوق عالمي في انتاجها النهارده، وبقت تكونتريبيوت كمان للتصدير بتاعنا بارقام مش وحشه. لما تبص على الحكايه دي تقول 10 سنين قدام متخيل حكي يبقى شكل الدنيا دي عامل ازاي؟ انا بقول في مجال البايوتكنولوجي ده من افضل المجالات اللي ممكن تحصل قفزه فيها قوي، لانه ممكن يحل لنا مشاكل كتير جدا. المشاكل اللي ممكن يحلها هي مشاكل بالواقع عندنا. التطبيقات التكنولوجيا الحيويه موجوده في كل مجالات الحياه. حتى النهارده احنا بنقول ايه، بتاخد الوان على حسب التطبيق بتاعها. يعني الريد بايوتكنولوجي لما بتعامل مع الانسان او في الصحه بتاعته. ما بقول بلو بايوتكنولوجي بتعامل مع الحاجات اللي في البحر، طحالب، اسماك. اما بقول وايت بايوتكنولوجي معناها تطبيقات البايوتكنولوجيا البيضاء في مجال الصناعه وانتاج الحاجات اللي موجوده او في البيئه.
اما بقول يلو بايوتكنولوجي بقول ان هو اللي بتشتغل على الانسكت بايوتكنولوجي وتطبيقاتها في التغذيه، في معالجه المخلفات، في انتاج المركبات اللي لها قيمه والكلام ده. النهارده احنا في مصر كل منتجات البايوتكنولوجي او معظمها بنستوردها. فالنهارده اما اجي اقول الاهتمام بيها ودعمها علشان تحل محل المستورد، فانا اوريدي عندي سوق طبعا. يعني النهارده اما اجي اقول ايه، كل الزراعات دي بالحجم المحاصيل دي النهارده سوق كبير وغيره. يعني انا اما اجي اقول ايه، انا عايز انتج امينو اسيدز، انا بستورد امينو اسيدز كلها، فما اقول انتجها فهنتجها بالبايوتكنولوجي. عايز انتج فيتامينز، انا بستورد كل الفيتامينز، فانا لما انتجها هنتجها بالبايوتكنولوجي. انتج انسولين انتجه بالبايوتكنولوجي، انتج الهرمونز انتجها بالبايوتكنولوجي. اما اقول ان انا تدوير مخلفات، احنا من اكتر دول العالم مخلفات للبني ادم، سواء سوء تصنيع سواء استهلاك او الكلام ده. اما اتخلص منها واتخلص منها امن، اتخلص منها بالبايوتكنولوجي اسهل بكتير جدا. والدخول فيها مش صعب، يعني الدخول في البايوتكنولوجي واحترافه وتحقيق عوائد منه مش صعب. لكن في تحديات بتواجه قطاع البايوتكنولوجي. هلبس البرنيطه بقى دلوقتي بتاعت رياده الاعمال بتاعتي. ايوه. واجي مع حضرتك دلوقتي في القصه دي. هل انت شايف ان في شركات كفايه طالعه في البايوتكنولوجي بالذات في الاوجه دي؟ لا. ايه نقدر نعمل ايه عشان نزود الحكايه دي؟ النهارده حضرتك عارف في توجه ضخم جدا من الدوله، سياده الرئيس مدي دايركشن واضحه لدعم ورياده الاعمال. دولة رئيس الوزراء عنده راجل بيعاونه النهارده، عمرو العبد، صديق عزيز ومن قلب المجتمع بتاع رياده الاعمال، فراجل يعني فاهم جدا الموضوع. وفي لجنه وزاريه بتدعم القصه دي. عاوزين نقول لهم النهارده احنا محتاجين ايه في دعم رياده الاعمال في البايوتكنولوجي، لان الحقيقه بعرف ان في خريجين بيطلعوا وبيشتغلوا في شغلانات الحقيقه مش مناسبه خالص للي اتعلموه او للي ممكن يعملوه الحقيقه. بص حضرتك عارف ان انا مدير تنفيذي لحاضنه اعمال تكنولوجيا حيويه. أيوة. في جامعه عين شمس للبايوتكنولوجي. ايوه. وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه من بدري، ان دايما حاضنات الاعمال، حاضنه الاعمال دي تمويلها من برنامج انطلاق لاكاديميه البحث العلمي. ايوه. اللي اتنقل دلوقتي لصندوق الابتكار. الدوله عندها توجه عالي جدا لدعم الابتكار في المجالات كلها. وكان عندنا ميزه من القطاعات اللي موجوده اللي عندها ميزه ان اتحددت بعينها، ان بقى عندنا النهارده 3 حاضنات موجودين في مصر بتدعم مباشر بس مشاريع البايوتكنولوجي. وانا دايما لما بنتكلم مع الشباب اللي عايز يبدا في رياده الاعمال، بقول ان هو من الافضل القطاعات اللي سهل جدا الانخراط فيها. ومش دايما بنقول هنا ابتكار بقى، انا مش عايز اقول ان انا عايز ابتكر، ده انا عايز انقل تكنولوجي. انا عندي قطاعات كتير جدا في البايوتكنولوجي انا محتاج ادخل فيها وادخل مباشر علشان ابدا انقل تكنولوجي وانتج. زي ما احنا اتكلمنا كده، انا عندي سوق تنقل التكنولوجي، يعني تكوبي التكنولوجي اللي موجوده بره ولا تعمل شركات بحيث الاثنين متاحين. الاثنين متاحين ان النهارده ان انا اعمل واجب بتاعي نعمل طبعا. طبعا. وعندنا ميزه بقى في قطاع الزراعه وقطاع البيئه ان هو اسهل. القواعد والقوانين المنظمه اقل بكتير جدا من التعامل مع البايوتكنولوجي في مجال الادويه مثلا، طبعا، او في التعامل مع الصحه والعلاج الجيني او الجين ثيرابي في الانسان. ايوه. فهنا في الزراعه اسهل. رقم 2 راس المال المطلوب للتطوير اسهل، يعني اقل دوشه، اقل تعقيدا، يعني اقل تعقيدا واقل تكلفه. واقل تكلفه. الريجوليشن المنظمه للشغل بتاعها اقل بكتير جدا من التعامل مع البشر والادويه والزمن. الزمن هنا انا علشان اطور منتج في مجال الفارماسيوتيكال او في الصحه، انا محتاج زمن طويل قوي وبروسيس كتير ومراحل تطوير عاليه قوي. هدفنا الاي اي تختصر دي جامد، ممكن، لان بقى تقدر تعمل سيميليشن. طبعا يقدر يعمل الكلام ده، وده برضو تطبيق من تطبيقات البايوتكنولوجي. طبعا في التداخل بين الاي اي والبايوتكنولوجي. ازاي تسرع وازاي اختبر اكتر من فرديه علشان اقلل عدد المعاملات اللي انا اقدر اشتغل بيها. صحيح. رقم 3 وده المهم، رأس المال المطلوب للانخراط في الانتاج والتطوير.
يعني عشان اطور منتج في البايوتكنولوجي في القطاع الزراعي او البيئه انا محتاج راس مال اقل بكتير جدا من ده اللي واضح من اللي حضرتك بتقوله. طبعا ان انا محتاج وقت قليل علشان ابدا واشتغل عليه عشان اطور فيه. المنافسه اسهل في الشركات الصغيره في القطاع البايوتكنولوجي في القطاع البيئي والزراعي اقل بكتير جدا من الشركات الكبيره، لان الشركات طبعا الشركات الصغيره تقدر تطور بسرعه وتخرج وتدخل المنتج اسرع بكتير جدا من التعقيدات بتاعت الشركات المالتي ناشونال 100%. دي اكيد، وفرصتها اعلى للبيع ليها. يعني ان سهل جدا الشركات. بس عاوزه شويه بياعين شطار بقى هنا، لان انا شايف ان التحدي هنا انك هتقدر تعمل المنتج بتاعك كويس، انما عشان توصله للتوزيع بقى وانه يوصل للفلاح في الاخر الحكايه دي يمكن احنا يعني بص احنا خلصنا دوره من دورات الاحتضان وعندنا شويه نجاحات كويسه. يعني انا اظن يعني احنا عندنا حاجه من الحاجات التطبيق العالي قوي للهاي تك في البايوتكنولوجي. احب قوي ان نعمل جلسه مع دول، وممكن حتى تبقى جزء من البودكاست يعني من الشركات دي نعرف اكتر ونروج لها اكتر، لان الحقيقه المجال ده زي ما حضرتك بتقول خصب جدا ومحتاجين نسلط عليه الضوء شويه من ناحيه الاستثمار. واعتقد ان هو يقدر يجذب استثمار كويس جدا. يعني النهارده يعني احنا بنقول في مجال الاسماك احنا ممكن نقدر نوفر بشكل كويس جدا في انتاج الاسماك. انا سمعت معاك قصه في الاسماك محتاج حاجه تقولها للمشاهدين بتوعنا، ان ازاي بتزود انتاجيه الاسماك من خلال البايوتكنولوجي. المربين احنا عندنا احنا انتاج برضو على فكره برضو في الاسماك احنا متميزين جدا في انتاج السمك. طبعا فعلا طبعا في المزارع السمكيه احنا لنا اسم كويس جدا على المستوى العالمي يعني في كمزارع سمك. يعني مع ان انا شفت في كفر الشيخ مزارع شكلها يضايق قوي جدا. يعني الحقيقه انا عاوز اقول لك انا كنت عمري في حياتي ما اجي اكل سمك كانوا اصحابي يقول لك لا ما بناكلش مزارع، اقول لهم يا عم ايه ما بتاكلش مزارع. لما شفت نوع معين من المزارع، ما بقولش كل المزارع كده بس لما شفت نوع معين من المزارع الحقيقه قلت صعب جدا الواحد ياكل. احنا عندنا تحديات في زراعه في انتاج الاسماك لسه كتير قوي. ودي بقى من ضمن الحاجات اللي ممكن الشركات الناشئه تشتغل عليها للصبح. يعني الشركات اللي تنتج بروبيوتيك بكتيريا لتحسين جوده الميه بتاعه السمك، بروبيوتيك لتحسين جوده السمك لمقاومه الامراض اللي موجوده، لتقليل الامونيا، لزياده الاكسجين في الميه. دي كلها شركات ممكن تقدر عد العدد الشركات اللي ممكن تقدر تشتغل في القطاع ده. اوكي. حاجه تانية في السمك احنا المربين فدي فرص جاهزه طبعا لرواد الاعمال ان هم يشتغلوا في الشغلانه دي طبعا. ومش شركه واحده ده عدد ممكن تفتح طبعًا. اكتر من شركه. ما بنقول ان السمك المربين كلهم عايزين يربوا ذكور عشان الذكر معدل نموه اعلى، بيرمي لحمه اكتر زي ما بيقولوا. الانثى بتقف عن الاكل لمده في كل فتره كده بتقف عن الاكل اسبوعين عشان بتحط البيض في بقها. اوكي. فما بتاكلش فوزنها بيقل، والوقت ده بتحط البيض في بقها وتقوم بخاه مطلعه زريعه صغيره. دي بتنافس السمك الكبير عن الاكل وبتنتج امونيا فبتعمل مشاكل في الاحواض. اوكي. المزارعين في ممارسه سيئه جدا هي مش مخفيه على حد ان تقريبا معظم المزارع السمك اللي بتنتج بتستخدم هرمونات علشان تعكس الجنس عشان تطلع كل ذكور، فتاخد الزريعه اللي طالعه دي تغذيها على الهرمونات تحولها كلها ذكور وما بتنجحش 100%. فبيبقى عندي 98% ذكور و2% اناث. اي حد يشوف ال 2% دول رقم قليل، لكن ده رقم كارثه لان من كل 100,000 فانا عندي 2000 انثى. ال 2000 انثى كل واحده لو بخت مرتين في الدوره بتاعه التحضير بتاعتها ملت لي الحوض كميه. صحيح في معاملات عشان اتخلص منها لكن دي بتسبب مشكله. احنا بالتقنيات البايوتكنولوجي احنا ممكن نعكس بالتعديل الجيني، مش تعديل جيني خالص، بالانتخاب والمعاملات الحراريه ان انا اقدر اطلع ذكر واي فيتزاوج مع اي انثى ذكر فائق. اوكي. تركيبه واي فيطلع واي يتزاوج مع اي انثى كل نسلهم يطلع اكس واي. فانا ما عنديش ولا احتماليه 1 في 1000 يطلع عندي الا اذا حصل تحول بقى. ده بيور جينيتك بيرفورمانس بالممارسه ان هو نقدر نطلع. الاول بنعمله ازاي؟ بنعمل انثى اكس واي ونزوجها مع ذكر واي اكس واي فيطلع واي في ربعهم يطلع واي
ده اللي ناخده عن طريق التحليل الوراثي، نقدر نكشف عنه ونقدر نعرفه ان هو تركيبه الوراثي واي. هو ده اللي نحتفظ بيه، يبقى عندنا ذكر كده. ده غالي جدا على فكرة، ده الذكر ده بيتباع في العالم لو في حد بيقدر يعمله بيعدي 100 و150 دولار للواحد، بس السمكة الواحد. مش معقول. طبعا، لان ده في الاخر هو بيطلع بيطلع كل نسل ذكور، ما بيطلعش حاجة تانية. مش معقول، ما بيطلعش تاني حاجة إناث. اوعى بس بعد شويه نتعدي من السمك وحد يعمل فينا كده. ده ما ينفعش في الانسان، سبحان الله. ما ينفعش في الانسان، لان هنا التكشف في الاسماك، يعني السمكه اعضاء الانسيه بتاعتها، الاعضاء الجنسيه بتاعتها بتنضج وتتكشف بعد التخليق، فممكن تتحول تبقى تركيبها الوراثي اكس اكس لكن تسلك سلوك الذكر، او اكس واي تسلك سلوك الانثى، نتيجه لتعديل معدل انتاج الهرمونات فيها، لتعديل معدل الهرمونات. فهنا تحكم احنا بيتم عن طريق استخدام درجات الحراره، او في تقنيات تانية احنا بنشتغل بيها. ايوه، فهو بنحول وننتج الاكس واي عشان نزوجه مع اكس واي يطلع واي واي، يبقى ده الذكر بنحتفظ بيه. مجموعه الذكور دي هي اللي هتنتج الزريعه اللي بعد كده اللي كل الفلاحين ممكن يقدروا ياخدوها، وبالتالي ما عنديش اي مشاكل. وهنا بقى ثمن الزريعه العاديه متوسط سعرها قليل قوي. الزريعه الاكس واي اللي معامله بالهرمونات سعرها اعلى. الاكس الواي واي احنا متوقعين ان تكلفتها برغم ان هي من المنصف ان هي تتباع اغلى، لكن احنا متوقعين ان احنا نبيعها اقل من اللي معامله هرمونيه. لان احنا ما عندناش مشكله، ما بنستخدمش هرمونات. دي حته بنتكلم عليها حتى في الانرجي. يعني انت في الاخر بتشتغل بادوات معينه عشان تبقى اقتصاديا وصحيا، الكومبينيشن دي بتبقى افضل. ان انت هي صحيا افضل، بس بالسعر انت حضرتك بتحافظ عليه ان هو يبقى منافس للتدخل الهرموني. وده عين العقل، لان في الاخر للاسف لو ما عملتش كده وقلت ده حاجه هترمي لحمه اكتر وبتاع وهنبيعها ومش داخل فيها هرمونات وبتاع وهنبيعها اغلى شويه، هتلاقي ممكن ما يبقاش عليها اقبال كتير. فالتفكير ده النقطه الثانيه ان احنا نستخدم مايكرو اورجانيزم عشان معالجه الامونيا في الاحواض. يعني النهارده الناس كلها بتلجا ان هي تعمل تكثيف زراعه، يعني تكثيف انتاج الاسماك في وحده المساحه، يعني احط قد ايه كام سمكه في المتر. فهنا انا لما اشتغل عليها وازود ده بيخلي في كثافه لانتاج الامونيا موجوده في الميه، فبتعمل مشاكل. النهارده وجود شركات ناشئه بقى لانتاج مركبات من البكتيريا اللي هي تمتص او تكسر الامونيا اللي موجوده وتحولها لبروتين وتعمل كتل من البكتيريا اللي ممكن يتغذى عليها الاسماك، بتحسن من اداء الاسماك، بتحسن من طعمها، بتحسن، لان دي الفلورا الطبيعيه اللي ممكن تبقى موجوده في الاحواض اللي موجوده. دي كلها تطبيقات للبيوتكنولوجي في مجال الزراعه، اللي ممكن بسهوله جدا الشركات الناشئه تلقى مجال خصب جدا. وبتاخد رعايه من حضراتكم من الناحيه التقنيه؟ يعني احنا عندنا في الحاضنه احنا بنعلن كل فتره علشان نتلقى الافكار، والافكار اللي بتجي لنا ممكن نوجهها كمان على حسب احتياج اللي موجود يعني. مزبوط. وبنحاول ان احنا نرشدهم على الحاجات اللي بتبقى سهله التنفيذ بسرعه وسهل تحقيق عوائد، لان هم يعني مش هيقدر يصبر قوي، مش هيقدر يصبر. رقم 2 احنا فده دعم فني طبعا، والمعامل اللي موجوده. يعني احنا مفروض ان في جامعه عين شمس بتتيح كل المعامل اللي موجوده لخدمه الحاضنه عشان توفير ده لخروج يعني النهارده الجانب النظري اللي بيتم تدريسه ليهم للولاد بتوع بايوتكنولوجي، ودول عدد طلبه كبير قوي بتخرجوا من الكليه سواء من علوم او من عين شمس او من علوم او من زراعه، ان هو يستخدم المعامل المركزيه او المعامل بتاعه الاقسام المختلفه عشان يحقق الجزء من البروتوتايب اللي هو بيجرب فيه. تحفه. رقم 3 ان هو بياخد دعم مادي. ده دعم مادي ده من الوقت من صندوق الابتكار، كان الاول من اكاديميه البحث العلمي من برنامج انطلاق. رقم 4 انه احنا بنتيح له النهارده ان هو يبقى موجود في معارض ويبقى موجود في الميديا بتاعت اللي هو رياده الاعمال والمجال التخصص بتاعه. يعني النهارده بنحاول ان احنا نعرفه على الشركات او بندربه في الشركات اللي هي الاكبر منه او الاقدم منه،
او ان هو اللي يبقى نفتح له اسواق مع ناس تانية ونتيح له شبكة العلاقات اللي ممكن تأهله وتسرعه في الدخول في الشغل بشكل كويس يعني. الحيوانات حضرتك بتدخل فيها بايوتكنولوجي بأي شكل من الأشكال؟ طبعا بايوتكنولوجي تاني زي ما انا بقول ان هو مسمع مع كل الكائنات الحية. فالنهارده سواء في قطاع الدواجن النهارده ممكن كم هرمونات رهيب برضو. ما كم هرمونات عشان عندنا مشاكل كتير مش كده؟ يعني عشان احنا انتاجنا مكثف وانا عايز اوصل لوزن معين في وقت قليل، فانا بكبس سبحان الله. يعني قصدي الناس عاوزه تعمل فيها ربنا استغفر الله العظيم يعني ما هي كل حاجه ولها وقتها. ما هو ده برضو تطور يعني ده تطور ان انا ابقى عندي اوصل لوزن معين في معامل تحويل قليل اللي ممكن احسنه باستخدام البايوتكنولوجي بقى. ده السؤال اللي كنت عاوز اساله. ان انا اقدر استخدم مايكرو اورجانيزم في تغذيه الدواجن، استخدم بدائل للتغذيه علشان احسن من البرفورمانس بتاع حاجه زي مثلا اللافا بتاعت البلاك سولجر. دي حاجه من الحاجات لما حاجه تقول له عاوز تاكلها اكل مختلف طبعا ده اختيار اختيار لما فر منه. بس احنا القانون بتاعنا بيمنع استخدامها. يا الحشرات لحد الان ما عندناش قانون منظم لاستخدام الفاو اللي هي منظمه اقرت استخدام للبشر حتى اللي هو لكن احنا لحد الان البشر هياكلوا بعد شويه الحشرات. ده الاتحاد الاوروبي الاتحاد الاوروبي في 25 اقر ان هو دخوله في مكونات الغذاء بتاع الانسان بنسبه معينه للاكل، سواء حشره الجندي الاسود او الميل وورم او الاكيتا. دول عادي يعني في اوروبا عادي خلاص يعني. انا بتاع البلاك سولجر دي حاجه العسكري الاسود دي الجندي الاسود الجندي الاسود دي انا لما شفت الدنيا دي شغاله ازاي والتكاثر الرهيب اللي بيحصل في الدبانه من كل العالم كل اوروبا بتدعم الشركات اللي بتشتغل في انتاج البروتين الحشري. اوكي. حاجه من الحاجات اللي انا انبهرت فيها جدا جدا لما شفت البلاك سولجر اللي هو الجندي ذبابه الجندي الاسود دي، التكاثر اللي بيحصل في عدد البيض بتاعها وازاي البيض ده بيتحول الى يرقه في كام يوم. اليرقه دي بص حاجه مش معقوله يعني. الحشره دي حشره ماجيك سبحان الله. احنا يعني انا لما حاولت ان انا اتعامل معاها كنت بربيها علشان انتج شيتوزان. ايه الشيتوزان؟ ما اعرفش. الشيتوزان ده نوع من انواع البوليمرز اللي لها تطبيقات كتير جدا في الصحه وفي الصناعه وفي الزراعه بشكل كويس. اوكي. بينتج اساسا كوميرشال يعني على نطاق تجاري من قشر الجمبري. فعندنا شورتج في ان احنا نوفر كميه كبيره، فبدانا ندور على بدائل. فقلنا نربي الجندي الاسود. فبدانا ندور ذبابه هي شكل الذبابه. لكن هو من الظلم ان هي تتقال عليها ذبابه فعلا. طبعا، لانها هي حشره ما بتنقلش اي امراض للانسان. صحيح. ولا بتنقل امراض للنبات، وهي مسالمه جدا، لا بتاكل ولا بتشرب خالص. بتعيش 3 أيام ل5 أيام، بتحط شويه بيض وتموت. بس شويه بيض مش قليلين. البيض ده بيفقس يطلع يرقات. اليرقات دي مسالمه قوي، اي حاجه بتتحط لها بتاكلها. اي حاجه عضويه. وحش الجرام منها. الجرام ياكل 5 كيلو مخلفات عضويه. مش قادر افهمها. سبحان الله. هي معجزه فعلا. الجرام ده فيه 30 ل 45 الف يرقه. ياكل من دول كلهم جايين من ذبابه واحده؟ لا. الانثى بتحط 500 بيضه بس. اوكي. رقم مهول برضه. طبعا. طبعا هم بتحطهم وتموت. البيض ده اما يفقس يطلع يرقات صغيره قوي. صح. في خلال شهر او اقل. فهمت. 3 اسابيع. 3 اسابيع لو درجه الحراره مثلى يعني. ياكل الجرام ده ياكل من 5 ل7 كيلو مخلفات عضويه في اثناء الشهر، اثناء الفتره دي. ويتحول لبيوبه، حاجه عذراء جواها الحشره، ودي دورتها انتهت على كده. في خلال حاجه زي الصباع كده. طولها سنتي. اوكي. طولها سنتي. الكيلو بيبقى حوالي من 8 ل 11 ألف يرقة.
نسبه البروتين بتاعتها اعلى نسبه بروتين بتوصل في الوزن الجاف ل 54%. يا غنيه جدا بكل الاحماض الامينيه. فيها بيبتايدز لايك انتبيوتيك، يعني بتقاوم الامراض اللي موجوده. الله. غنيه جدا بالبروبيوتيك بكتيريا. في التجارب اللي احنا عملناها، يعني احنا مخلصين على رساله دكتوراه وعندنا رساله ماجستير عليها ما شاء الله. وعملنا وحده ذات طابع خاص لدراسه الجينوم بتاعها. اثناء دوره حياتها هي فيها بروبيوتيك بكتيريا داخليه. لو الدواجن كلتها احتياجها للمضادات الحيويه بيقل، احتياجها للفيتامينز بيقل، بترفع معامل التحويل. يعني احنا في التجارب اللي احنا عاملينها الكنترول كان كل كيلو 600 جرام علف بيدي لي كيلو لحم. اوكي. اما حطينا 2.5% على العليق، 2.5% بس، خفضت لي معامل التحويل لواحد 350، يعني كيلو 350 جرام ادالي كيلو لحم. وجودة اللحم دي كانت قلقانة بقى، هل مواصفات اللحم هيبقى فيه مشكلة؟ اما حللنا العضلات اللحم، حللنا نوعية البروتين اللي موجودة، كانت أجود بكتير جدا من اللحمة اللي في الكنترول. الوزن الطائر كان كويس قوي. احنا لحد الآن القانون المصري لا يجيز استخدامها الأكل الدواجن أو الأسماك، على الرغم من المطالبات الدولية لإقرارها. النهاردة عدد البحوث اللي منشورة في مصر لاستخدامات الجند الأسود في تغذية الدواجن وتغذية الأسماك وتغذية أسماك. أنا عارف كمان الأسماك طبعًا. عشان كده لما حضرتك كنت بتتكلم عن أسماك خطر في بالي. طبعا ده حاجة ماجيك في تغذية الدواجن وتغذية الأسماك. وهي اللي ممكن تحل لنا الأزمة بتاعة الأعلاف. يعني النهاردة احنا بنستورد 6.5 مليون طن فول صويا، يعني عايزين 18 مليون طن لأن احنا كل 3 كيلو غض 3 كيلو يرقات بيدي لي كيلو جاف. الكيلو جاف ده 54% بروتين، وفيه غني جدا بالأحماض الدهنية. الزيت بتاعها غالي جدا، بيستخدم في مستحضرات التجميل لمقاومة حب الشباب. عندنا أولاد بيشتغلوا الوقت الإنتاج صابون منه. بتباع خدمات متنوعة جدا. هي بيعها، هي تصديرها أحسن بكتير جدا من بيعها في سوق المحل، لأنها السعر العالمي بتاعها بيتراوح ل3.5 ل4 دولار للكيلو. احنا بنقولها ان هي بديل للعلف هنا، ان هي ارخص من العلف لان تكاليف انتاجها قليله قوي. يعني تكاليف انتاجها هي ثمن المخلفات العضويه اللي ممكن تحطها لها. المخلفات العضويه دي ممكن تيجي منين؟ مصانع مخلفات مصانع العصير، اسواق الخضار، مصانع الاعلاف اللي الويستس بتاعه الاعلاف، اي فاكهه او اي خضار او اي بطاطس او اي حاجه عطبان هي ما عندهاش مشكله. ما عندهاش مشكله ان الحاجه تتحلل نتيجه للتعفن، نتيجه للتحلل بتاع البكتيريا اللي موجوده، لانها عندها من القدره ان هي تقدر تعالجها. وما عندهاش مشكله خالص في ان هي تتخلص من المخلفات اللي موجوده. كائن غريب سبحان الله. المخلفات بتاعتها نسبه البروتين بتاعتها عاليه، وممكن يستخلص منها مواد فعاله لتغذيه النباتات بشكل كويس قوي جدا. ده كمان الكومبوست انا سمع الفراس بتاعها غني جدا، ويستخدم في تحسين خواص التربه بشكل غير عادي. ما بتاخد 5 كيلو، ما بتوديهم فين؟ فبينزل تواليت، فالتواليت ده بيعمل كومبوست. الكومبوست ده زي ما حضرتك بتقول له مزايا وفوائد غير طبعاً عاديه. عاليه جدا. اليرقات اللي موجوده بقى لها تطبيقات عاليه قوي، سواء كمركزات بروتين، غني جدا بالاحماض الامينيه متكامله، احماض امينيه متكامله. طبعا احنا نتمنى ان الفتره اللي جايه يتم اصدار قانون لاستخدامها في تغذيه الدواجن، لان دي ممكن تبقى حل كويس قوي. لان ده السلوك الطبيعي للدواجن. يعني النهارده انت عارف ان الفراخ لما في اي بيئه بتتساب في بيئه خضراء وهو بيمشي بينقض، وده اللي عامل الطعم الاورجانيك بتاعها. البيض اللي متغذي على الفراخ اللي متغذيه على بلاك سولجر فلاي، منها البيض بتاعها غني جدا بالاوميجا 3، وهو اغلى من انواع البيض العادي التاني. فهي طبعا لحد الان هي مظلومه. ايوه ليها مزايا رهيبه. بس احنا بنتكلم فيها بقى، واحنا عندنا ستارت اب شغال فيها دلوقتي. في بروتينيا. في بروتينيا دي شركه من الشركات اللي شغاله على انتاج بعض المركبات منها. وعندنا شغل الوقت شغال بتمويل من مصر الخير لانتاج كميات منها.
واعتقد بشكل ديستريبيوتد يعني ديسنترلايزد، شغالين ناس. والله احنا بنتكلم في القصه دي ان احنا عايزين ننظم العمل بتاعها. مشكله البلاك سولجر فلاي في مصر دلوقتي ان هو بيربوه كتير، فبيبقى عايز يمارس العمليه من الاول للاخر. زي اللي بيعمل ايه، بيربي فرخه تبيض شويه بيض، ياكل جزء منه ويخلي الفرخه ترقد عليهم عشان تطلع له شويه فراخ، وهكذا الدوره تتم. هو عايز يعمل كده، عايز يجيب شويه دود يطلعوا له شويه بيض، يفقسهم يطلعوا له شويه يرقات، وهكذا. فبيفشل لان ده مش صناعه. هنا زي اللي بيربي 10 فرخات غير اللي بيربي 100,000 طائر. ايوه طبعا. اما دخلت صناعه الدواجن اتنظمت، فبقى عندنا قطاع جدود لانتاج البيض المخصب، وقطاع امهات، وعندنا قطاع تسمين لانتاج الفراخ اللي بتتسمن، وعندنا قطاع تاني الاعلاف ومكملاته فتكملت الصناعه. وعندنا شركات سبلاير لاحتياجات تكوين المزارع، وعندنا تصنيع بعد كده. عشان كده نجحت صناعه الدواجن، وعشان كده بقول لك ان هي وصلت ل 380 مليار جنيه في مصر. انا ظني علشان تنجح صناعه الانسكت بروتين لازم تتم كده، ان يبقى في عندنا ناس متخصصه، وده اللي انا بجتهد فيه الوقت حاليا، تخلق البيئه بتاعت الاعمال اللي يبقى عندي ناس متخصصه في انتاج البيض بتاعها وتربيتها وتحسين السلال. وده دور الجهات الاكاديميه زي عين شمس، واحنا ده اللي بناخده على عاتقنا في الكليه، ان عندنا الوحده هي اللي تبقى منوطه بده، ان هي تحافظ على السلاله وتقارن بينها وبين الحاجات اللي موجوده، لان ده خلى مصر حاجات كتير جدا. رقم 2 يبقى عندنا الناس اللي بتسمن، اللي هي بتاخد اليرقات البيض وتجيب لها الاورجانيك ويست وتبيع. وعندنا ناس تانية، لان احنا برغم بقول لحضرتك ان احنا بنتكلم ان مصر من اكتر الدول في المخلفات، لكن لما تيجي بقى تدور ما تعرفش تلمها، ما تعرفش تجيبها. صح. لازم تعمل مصانع لانتاج العلف بتاع البي اس اف، يبقى منظم، يبقى متحكم فيه، ما يبقاش فيه هيفي ميتالز، ما يبقاش فيه مشاكل، ويبقى ده صناعه تانية. بعد كده التصنيع بقى، ان النهارده اخد الناس كلها تلم اليرقات دي وتجففها، لان التكاليف كبيره للتجفيف والانتاج المركبات الوسطيه بتاعتها. يبقى انا بنتج وما شابه بنتج زيت ويتباع بغالي جدا. النهارده الزيت بتاعها اللتر بتاعها بيعدي 1000 جنيه. والكم ال 100 كيلو يطلعوا 18 كيلو. ال 100 كيلو يرقات يطلع لي 18%، لو ريكفرنج بتاعي 50% حتى هيبقى في حوالي 9 لتر زيت. فده رقم حلو قوي، رقم كبير جدا جدا. يعني العائد الاقتصادي بتاعها مجزي لغايه مجزي، وتطبيقاته كويسه. لو تم النظر لتنظيم عمليه الانسكت بروتين بالشكل ده، اعتقد انه ممكن يحل. بس قبل ده لازم نجتهد ان القانون يطلع لاستخدامها والسماح باستخدامها، لان النهارده مش معقول الاتحاد الاوروبي بيقول البشر ياكلوها واحنا قاعدين الوقت قلقانين. لا، والفو الامم المتحده يعني قصدي قالت عالميا خلاص ما ان مش بس علف الحيوان، لا ده اكل الانسان هتخش فيه مكونات بروتين. وده دايما احنا بنتكلمه في رياده الاعمال بقى، بنقول ان ده دور الولاد اللي بيدرسوا بايوتكنولوجي. النهارده هو دوره فين بقى؟ ان هو يحل المشاكل اللي بتواجه القطاع ده، ان النهارده ازاي يحسن السلاله. النهارده مش كل الناس اللي تقدر تعمل عمليه انتاج بيض يبقى كله مخصب، وبالتالي يقدر ينميه بشكل كويس. مش كل الناس هتقدر تستخلص بروتين، مش كل الناس تقدر تحول احماض امينيه، مش كل الناس تقدر تستخلص شيتوزان. يعني النهارده ما حدش، يعني مش كل الناس هتعمل ده. فانا محتاج انتج شيتوزان، فهاخد الجزء اللي ينتج لي شيتوزان. عايز انتج علف، انتج علف للاسماك، انتج علف للدواجن، انتج علف للبيتس. احنا بنستورد $500 مليون حد قبل الوقف اكل قطط وكلاب. فلو بس مش عايزين ناكلها فده في حد ذاته اعتقد ممكن. لا يعني الحقيقه كل مره بنقعد وتيجي فرصه ندردش بكتشف ما شاء الله على حضرتك علامه حقيقي يعني، وفعلا بنحس قد ايه حضرتك عندك رؤيه كبيره لمواضيع هامه جدا للوطن، ومواضيع هامه جدا للانسان، ومواضيع هامه جدا لمستقبلنا بشكل كبير. لو في اي حاجه حضرتك تقدر تقولها لنا نقدر نساعد بيها بالنسبه للايكو سيستم ككل، نقدر نعمل ايه
بشكل سريع، عشان لو 3 حاجات عاوزين نعملهم يفرقوا معانا جامد جدا في ريادة الأعمال في هذا المجال وتطور القسم بتاع حضرتك لتحقيق كمان نجاحات أكبر. على الرغم ان احنا يعني الحمد لله ان احنا قدرنا نعمل ان يبقى عندنا حاضنة متخصصة في البيوتكنولوجي، لكن سلوك إدارتها هو سلك في كل أنواع الحاضنات التانية. انطبق عليها نفس العمليات التنظيمية، نفس رأس المال، وده مش مطلوب. النهاردة الحاضنة اللي بتشتغل في أي حاجة في أي مجال من المجالات اللي تكاليفه قليلة مقبول إن الرقم يبقى ده، لكن في البيوتكنولوجي الرقم ده قليل. فإحنا ده اللي بنجتهد فيه إن هو يزيد، اللي هو توجيه تمويل أكبر وده اللي بنحاول ندرب وده اللي بنحاول ندرب فيه الولاد على إن إزاي يعرض فكرته على مستثمرين. وحتى في الديمو دي في كل مرة من المرات بنحاول نجيب صناديق استثمار، نجيب رجال أعمال، بحيث إن هم يبقوا متحمسين للجزء ده. لأن فعلا هو رأس المال الحاكم في تطور وسرعة إنتاج الجزء ده. رقم 2 وده أعتقد إن النهاردة الدولة مشكلة لجنة لدراسة التشريعات الخاصة بالحضانات وريادات الأعمال. بس انتوا محتاجين تشريعات يمكن تكون خاصة للحته بتاعتكم يعني سرعتها. لان النهارده انا عندي ولاد مثلا انتجوا مبيد حيوي، مش هيقدر يشتغل بيه الا ما ياخد البروسيس بتاع التسجيل لمده طويله قوي. طبعا وده هيفضل قاعد يشتغل لحد ما ياخد القوانين بتاعته تخلص، اللي هي ممكن تمتد لسنة لسنتين. فبند التشريعات ده محتاج يتحرك شوية، يبقى متسرع، وخاصة لو كانت الحاضنة تحت المظلة الأكاديمية. يعني النهاردة أنا بقول ده جامعة مع أكاديمية البحث العلمي، وناس بتشتغل تحت خطوط أكاديمية وتحت إشراف واضح. وخاصة إن إحنا محتاجين ده، يعني الإسراع فيه محتاجينه لتطوير الاقتصاد اللي موجود يعني. وحتى لو ما كانش منه عائد اقتصادي قوي، يتم تحت إشراف اللجان اللي بترخص. يعني النهاردة يعني ليه لا؟ النهاردة لو أنا عندي منتج، ما شوف الإجراءات اللي أنت عايزها واتبعه في الإجراء اللي موجود في الأماكن اللي موجودة الخاصة بتاعت الدولة، اللي هي المساحات الكبيرة اللي محتاجة توفير مستقبل وطن والحاجات. كل دي تقدر تستوعب الشغل ده. احنا بقى عندنا مشكلة في الشباب بقى، ان هو يعني مش عايز يتحول ان هو يبقى حر من الوظيفة، مش عايز يبقى ان هو يعني دايما احنا بندور على مين اللي عنده القدرة ان هو عايز يدخل ويساهم، مش مستني ان هو انا والله هتدي لي امتى، هتدي لي الفلوس امتى. يا ابني ما الفلوس مش هتكفي، مش هتعمل حاجة. لكن انا اعتقد ان بتيجي حاجة دي اول ما تشوف نجاحات، اول ما الشباب دول بيشوفوا طبعا، زي الحالة اللي عملها شارك تانك مثلا النهارده، في حالة معينة خلت ناس كتير عاوزة تروح تقدم هناك. شارك تانك ده يعني مخلي الولاد ما يقتنعوش بالفلوس بتاعت الحضانات. والله بص، انا رأيي دايما بيبقى في حاجة بتبتدي وبعدين الدنيا بتيجي. طبعا فهم بادين وعاملين حالة معينة كده، ايه مشجعين الولاد، مش عيب الولاد تطمح وتقول ارقام اكبر طالما قادر يديفندت. طبعا ربنا يوفقه. طبعا وربنا يوفق حضرتك، لأن أنا الحقيقة استمتعت بهذا الحوار استمتاع كبير، وحاسس إن شاء الله أنتوا هتعملوا حاجة هتفرق جامد، وإن شاء الله على 2043 نكون قوة زراعية وتكنولوجية في الأجري تك زي ما بيسموها إن شاء الله بفضل مجهودات. الحمد لله. أنا أعتقد أن يعني تاني أنا طبعا أنا بحكم أن زراعي أنا متحمس جدا للقطاع الزراعي، وشايف أن مدى مساهمته سواء على مستوى الاجتماعي في تشغيل عدد كبير جدا من الأيدي العاملة في كل المجالات، سواء لأن الزراعة مش بس نبات، زراعة في إنتاج حيواني وإنتاج نباتي واستغلال الأرض فوقها، والجزء الإنتاجي بتاعها عالي جدا، والتصنيع الغذائي بتاع المنتجات اللي موجودة. فقطاع الزراعة ملمس مع الحياة اليومية للإنسان، في وقاطرة اقتصادية وهي الأسرع في الإنجاز. يعني النهاردة لو عايز أحقق منها عوائد، وهي المستدامة. يعني النهاردة ده حاجة مستدامة باستمرار، وهي الأمان بتاع الوطن كله في التغذية. يعني النهاردة
اللي يقدر يأمن قوته هيبقى عنده حرية تامة في اتخاذ قراره. ما بالك بحاجات تانية كمان مرتبطة بالتصنيع. يعني النهاردة احنا لا يجب ان احنا نفضل معتمدين على استيراد جميع المواد الخام في الأدوية، جميع مواد، يعني معظم المواد الخام في الأدوية، واحنا عندنا النباتات الطبية واغنى ولينا باع طويل قوي في نتاج النباتات الطبية في مصر لإنتاج الخامات الطبية في الصناعة المصرية، وغيرها في قطاع الزراعة اللي ممكن بسهولة جدا يحسن من وضع المواطن المصري في الفترة اللي جاية إن شاء الله. يا رب يا رب. بفضل جهودكم إن شاء الله. أنا متأكد إنه هيحصل بإذن الله. أنا متشكر جدا. شكرا يا دكتور لتشريفك لينا. ربنا يبارك في حضرتك. ألف شكر. شكرا.